طريقه انشيلوتي امبارح مع ريال مدريد ضد اتلانتا وفوز ريال مدريد على اتلانتا في السوبر اوروبي 2-0 بيدينا كذا انطباع كده. الانطباع الاهم فيه هو ان مبابي هو ضحيه طريقه انشيلوتي الجديده. طب ليه الكلام ده؟ لان مبابي كانت اهم ميزه فيه واللي مخليه تقريبا توب 1 بالنسبه للاعيبه العالم حاليا ولاعيبه الشباب بالذات، هي السرعه والتسارع. السرعه والتسارع مش معنى واحد. السرعه هو مبابي كان بيتميز فيها من ايام موناكو ومن اول طلوع مبابي ومن ايام موناكو بفالكاو بالجيل الذهبي بتاعه برناردو سيلفا وغيره. فمبابي كانت ميزته المهمه جدا هو انه بيطلع بيروح بالكره يزقها وما بينه وما بينك سرعه والحقني الحق الحصان. ومبابي كان بيروح وكان يعني ممكن من 3 4 كور ممكن بيعرف يثبت بكوره. لكن مع باريس سان جيرمان وحتى مع فرنسا مع ديشامب فمبابي اتطور كتير جدا. ممكن التدريبات، ممكن الخبرات فرقت معاه، ممكن كميه النجوم اللي جت معاه زي نيمار وغيره، لكن امبابي قولا واحدا فهو عنده حته التسارع بانه هو بيروح ويعرف يفرمل امتى في وقتها، يعرف يقطم في نفس الوقت لو قرر ان هو يفرمل بعد كده يسرع تاني. عنده الحته دي قويه جدا. ووقت القطمه بتاعت امبابي فتعالى بقى الحقني هحطها لك ار2 وقابلنا حارس وعرفت تجيبها، المدافع قابلنا وعرفت تجيبها، ممكن اضحك عليك يا حارس انت والمدافع في نفس الوقت العبها لك في القريبه وفي نفس الوقت جول. فامبابي بدل ما كان في الاربع كور بيجيب كوره بقى في الاربع كور بيجيب الاربع كور. امبابي كان في الحته دي ما فيش منافس ليه. دلوقتي وكان اهم ميزه فيه وكان اللي بيخليه يأديها بطريقه ممتازه جدا ان هو كان بيجي من الليفت وينج. دايما بيجي من الجناح الشمال بيروح بسرعته او يعمل تسارع او يعرف يقطم ويسجلها. لكن دلوقتي مع انشيلوتي بكميه النجوم اللي موجوده دلوقتي مع انشيلوتي، فانشيلوتي حاول يعمل افضل توليفه ليهم في نفس الوقت ما يخليش عن النظام، وفي نفس الوقت يكون يعني يقرب من الفوز. الطريقه اللي بيأديها انشيلوتي اللي بيستفاد فيها ريال مدريد في لعيبه كتيره جدا مستفاده منها بالترتيب كده: بلينجهام، فينيسيوس، رودريجو. ليه قلت بلينجهام الاول؟ هقول لك كذا لقطه دلوقتي. اللقطه دي بالنسبه لك: فينيسيوس موجود دلوقتي على الشمال، رودريجو موجود برضه معاه في ناحيه الشمال. هقول لك رودريجو موجود ليه ناحيه الشمال دلوقتي. وفي نفس الوقت بلينجهام متاخر. امبابي لا هو اللاعب السنتر فيرود او سترايكر الصريح اللي موجود في الصندوق وبالتالي بيرجع الدفاع معاه، ما فيش مساحه في ظهره ما بين الدفاع وما بين حارس المرمى، ولا هو اللاعب صانع الالعاب اللي متاخر قوي ويعرف الدفاع ساعتها مين اللي جاي. لا هو لاعب ما بين السنتر فيرود وما بين اللاعب صانع الالعاب، يعني ممكن نقول مركز 9.5. فبالتالي ساب مساحه ورا الدفاع ما بين الدفاع وما بين حارس المرمى، وكله مركز مع مبابي لان اسم مبابي تقيل. فدلوقتي مين المستفاد هنا؟ بلينجهام جاي قادمون من الخلف على راي كابتن حماده امام الله يرحمه. بلينجهام بدون مراقبه رايح في مساحه فاضيه، الكره اتلعبت تشوب باص بطريقه ممتازه جدا من فينيسيوس، لو استلمها بلينجهام بسهوله جدا فبلينجهام رايح خلاص، يعني احطها لك يمين احطها لك شمال احطها لك ما بين رجلك احطها لك تشيب فوق الحارس، فقدامه كذا اوبشن. فبالتالي بلينجهام هنا اللقطه دي مع وجود امبابي في المركز ده من المتوقع انها تتكرر كتير جدا على مدار الموسم، وبلينجهام هيأديها بطريقه كويسه جدا. ممكن يعني جلت منه مرات، لكن المرات الجايه متوقع بلينجهام هيسجلها. وجود فينيسيوس في المركز ده فهو بالتالي فينيسيوس اصلا توهجه كله كان في المركز ده. فينيسيوس في المركز ده افضل مركز ليه. فينيسيوس السنه اللي فاتت مع انشيلوتي لما كان بيقوم بدور ال 4-4-2 دايما بدون جناحات، ففينيسيوس رغم ان هو دلوقتي من افضل لعيبه العالم لكن فينيسيوس مستواه قل حرفيا ممكن 20 30%، لانه وجوده في السنتر فيرود وخصوصا لو كان بيميل على الطرف شويه ففينيسيوس برده ما كانش بيأديها كويس. فينيسيوس كان بيحب برده يجي يعني من الخلف، يجي بدون مراقبه، يروح بمهارته، يعرف يعدي 1 2 3. ففينيسيوس دلوقتي مع وجود امبابي رجع الطريقه لاصلها ال 4-3-3، ففينيسيوس هنا استفاد كتير جدا. رودريجو ناحيه اليمين خصوصا ان هو بيلعب برجله اليمين، فدايما يعني ايه بتاخره شويه بحته التسجيل. لكن انشيلوتي دلوقتي شفناه في كذا لقطه رودريجو بيتحول مع فينيسيوس، بيعمل عمليه الاوفرلود شويه. وجود فينيسيوس وجنبه رودريجو وبلينجهام ومبابي كلهم متجمعين في حته واحده، وعلى مدار الموسم هتشوف كتير جدا كارفاخال بيجي بدون مراقبه، وهتشوف كتير جدا كارفاخال ممكن يسجل اهداف كتير. ما بانتش قوي في اتلانتا امبارح، وفالفيردي ممكن اللي استفاد فيها شويه، لكن انا متوقع مع الوقت ان كارفاخال في الحته دي هيجي بدون مراقبه، وهتشوف من اهداف كتيره جدا وهيقوم بدور الوينج باك كتير. وكارفاخال عنده الميزه دي، وكارفاخال ممكن يسجل منها كتير جدا. دي نقطه. فدلوقتي احنا عندنا كذا لاعب استفاد: فينيسيوس، بلينجهام، فينيسيوس، رودريجو، وفي نفس الوقت كارفاخال. اكتر واحد مضروب هنا مبابي، لان مبابي اللي هو اللاعب سنتر فورورد صريح اللي بيمتاز بالهيدرز،
فانت عندك كده حته يعتبر مش هتبقى موجوده في ريال مدريد طول الموسم. السنه اللي فاتت كان موجوده مع خوسيلو، فوقت كتير كنت بتلعب بالاثنين المهاجمين هو فينيسيوس ورودريجو. لما بتعوز تستغنى عن لاعب فيهم عشان تمتاز بحته ضربات الراس، عشان في اوقات كتيره بتلاقي زون ديفنس من الخصم، فبالتالي بتعوز مقاومه ضربات الراس بتخلص لك ماتشات، فخوسيلو كان بينزلك كان بيخلصها لك. دلوقتي خوسيلو في العرب القطري، فانت كده افتقدت ميزه مهمه جدا، وما عوضتهاش بلاعب يمتاز بالميزه اللي انت افتقدتها. يعني انت عوضتها بلاعب نفس امكانيات اللعيبه التانيه اللي عندك زي فينيسيوس او زي رودريجو، ويتفوق عنهم حاجات بسيطه لكن برضه قريب منهم بنفس مقاوماتهم، وما عندوش الميزه اللي مش موجوده برضه في فينيسيوس اللي هي ضربات الراس. فبالتالي كانت افتقدت النقطه دي. هتقوم ممكن نقول هيقوم بدور ميسي مع جوارديولا في فتره الجيل الذهبي لبرشلونه، يقوم بدور الشادو سترايكر. امبابي ما عندوش المقاومات دي، امبابي مش هو اللاعب اللي في وسط الزحمه في العمق بالذات يعدي واحد واثنين ويروح. امبابي مش هو اللاعب اللي هيأدي لك بدور صانع العاب. ميسي كان هنا استثنائي، ميسي كان بيقوم بدور صانع الالعاب وكان بيسجل، وميسي كان بيعدي ويروح، كان ميسي كان بيعمل كل الادوار تقريبا في المركز ده. امبابي ما عندوش الحته دي، فبالتالي انت كده افقدت ميزه مهمه جدا لامبابي. اتوقع ان امبابي فعلا مستواه هيقل، يعني لو امبابي في باريس سان جيرمان 100% هيبقى في ريال مدريد بالطريقه دي هيبقى 60%، الا لو فينيسيوس لا قدر الله حصل له اصابه ومبابي يرجع لها في المكان ده. امبابي لو لعب بس لعب ماتشين ثلاثه في المركز ده مع ريال مدريد وبجماهيريه ريال مدريد وبامكانيات امبابي، متوقع امبابي هيبقى يعني معدل تهديفه ممكن يجيب 3 اهداف في الماتش. يعني لو لعبت 3 4 ماتشات ممكن يأدي لك يجيب لك 10 12 هدف عادي جدا. في الوقت ده امبابي هيجبر الجميع ان هو انا خلاص مش هتحرك في المركز ده. وفينيسيوس بقى وقتها ممكن نشوف الكلام ان فينيسيوس ينتقل في فريق تاني، او فينيسيوس يحاول يشوف له مركز تاني، بس امبابي خلاص هيثبت في المكان ده مش هيسيبه. تمام، ده من المتوقع. برضو نقطه تانية كانت مهمه جدا، سمعنا كتير جدا ان الحارس نص الفريق مع ريال مدريد موجود تيبو كورتوا، فبالنسبه له هو الفريق كله. تيبو كورتوا في كوره كانت 0-0 واتلعبت عرضيه، ميليتاو هنا يعني التغطيه بتاعته ما كانتش كويسه، وميليتاو المان تو مان بتاعه ما ارتقاش معاه وسابه يطلع بارتياحيه تامه، واتلعبت رايحه في الزاويه اللي يسكن فيها الشيطان وخلاص جون ما فيهاش جدال. كورتوا بيديله العكسيه تقريبا، جابها بطريقه مرعبه وتقريبا كده باطراف صوابعه طلعها، والنتيجه ساعتها 0-0. كان ممكن يبقى 1-0 لاتلانتا، واتلانتا فريق رخم. اتلانتا الماتش الوحيد اللي خسره باير ليفركوزن الموسم اللي فات كان من اتلانتا في نهائي الدوري الاوروبي، فاتلانتا فريق مش هين. نقطه مهمه بالنسبه لمركز الهاف ديفندر مع تشكيله ريال مدريد وكميه النجوم الموجوده دلوقتي. في وقت من الاوقات كان في بدايه الالفيه مع بيريز برضه كان عامل جيل الجالاكتوس، بيكهام، فيجو، رونالدو الظاهره تقريبا، اون في فتره، راؤول، بيكهام، نجوم كتيره جدا كلهم بيمتازوا بالناحيه الهجوميه وكلهم بيبقوا موجودين في الثلث الثاني، وطبعا في تلت اولاني اللي هو الدفاع. مين بقى اللي هيربط الكلام ده وهيقفل لك العمق؟ كان موجود ميكليل. فاضطر بيريز عشان يجيب، تقريبا كان قبل لما يجي بيكهام، اضطر عشان لما يجي بيكهام مشى ميكليلي. فتقريبا جيل الجلاكتوس في الوقت ده ما عملش اي حاجه خالص، لا على مستوى الدوري الاسباني ولا على مستوى دوري الابطال. لان ايه الميزه المهمه جدا اللي هيلم لك ورا اللعيبه دي كلها هو لاعب الهاف ديفندر بمقاومات عاليه جدا. فالدور هنا اللاعب الهاف ديفندر هيكون قوي جدا مع جيل جلاكتوس الجديد لريال مدريد، امبابي، فينيسيوس، بلينجهام، رودريجو، واندريك من على دكه البودره. فهنا تشواميني او حتى كامافينجا لما يلعب في المركز ده هيكون عليه دور قوي جدا في الناحيه الدفاعيه. فالفيردي ممكن من اللعيبه برضه اللي تمتاز بيبقى لها دور هجومي، بتعرف تبقى جوه العمق اللي شفناها في الهدف الثاني، لاعب بيتحول في البوكس 18 عادي جدا. فهنا تشواميني هتلاقي فوق كتير جدا وهو لوحده، فامكانيات تشواميني كانت كامافينجا هيلاقي دور كبير جدا. ولازما انشيلوتي يطور الناحيه الدفاعيه للاعيبه دي. مبروك ريال مدريد وهارد لك لاتلانتا، لكن الموسم الجديد ريال مدريد هيبقى مرعب، سواء حتى لو كمل بالتشكيله دي زي ما قلت لك، هو ده افضل توليفه بالنسبه لريال مدريد وبالنسبه لانشيلوتي. لكن انا اتكلمت في الاول خالص على مبابي كلاعب فردي وكمقومات مبابي، لكن في نفس الوقت مبابي لما يتحول لجناح هو فينيسيوس فرق مش كبير، هيبقى لصالح مبابي. لكن لو حولت وقتها فينيسيوس هو لمهاجم، ففينيسيوس وقتها هيبقى النص تقريبا. لو مبابي بيأدي لك في المهاجم 60%، ففينيسيوس هيبقى 20 30%. فبالنسبه لك هي التوليفه اللي عاملها بالنسبه لانشيلوتي، هي التوليفه اللي عاملها دلوقتي هي افضل توليفه، الا لو جبت سنتر فورورد صريح لريال مدريد هيبقى افضل مليون في المية. وبتبقى ساعتها مبابي، فينيسيوس بقى تشوف ساعتها فينيسيوس ممكن يمشي، فينيسيوس ممكن يتحول لليمين، رودريجو ممكن يمشي كده، هتمشي في المنطلق ده.